السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا امبارح شفنا يوم حزين على مصر. محافظة المنوفية تحديدا. آه، طبعا النهاردة النيابة العامة من دقايق آه، طلعت قرار على السائق، وثبت إن هو متعاطي المخدرات. نرجو من الإخوة أعضاء مجلس الشعب اللي إحنا ما بنشوفش منهم غير بس يقف في العيد الكبير وعيد الصغير وعيد الأقباط، آه، إن هم يعملوا تشريع في مجلس الشعب إن أي سواق متعاطي مخدرات يعمل حادثة يموت فيها، يعني يبقى فيها ضحايا قتلة، إن هو يتعدم. هو قتل ناس ما لهمش أي ذنب، يتعدم هو كمان، ما فيهاش حاجة يعني. بيتهيألي هو ده يعني الحساب اللي ممكن يكون رادع. لكن الحبس الزيادة أو الحاجات اللي شبه كده بصراحة ثبتت فشلها. آه، 18 أسرة أو 19 أسرة عندهم حالات وفاة ما لهمش أي ذنب، إن سواق حب يتكيف ويطلع على السريع ويطلع على الطريق، يطلع بتريلا، يطلع فوق عربية. ده ما يرضيش ربنا. نرجو اتخاذ قانون، يعني تشريع قانون بتغليظ عقوبة الإعدام في حالة إن السواق كان متعاطي مخدرات وتسبب في وفاة أشخاص ما لهمش أي ذنب.